الآن ستشاهدون أحد مدعي العلم في قناة وصال التي توصلك إلى الجحيم مباشرة. هذا المدعي العلم اتصل بشيخ شيعي، وهذا الشيخ الشيعي تحداه أن يأتي بحديث صحيح لحديث كتاب الله وسنتي. شاهدوا ثم نعلق. تحديتني وأنا على قدر التحدي إن شاء الله سبحانه. يا أخي لحظة، اصبر علي، اصبر حتى أجيبك. لا تتحدى فأنت ودينك ضعيف متهالك، يعني تستطيعون الوقوف أمام أدلة أهل السنة. يقول ديننا متهالك ضعيف أمام أدلتكم. طيب يا سيدي، أعطينا الأدلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. اسمعني خليني أكمل. أخرجه الحاكم في المستدرك، والمروزي في السنة، والعقيلي في الضعفاء الكبير، والبيهقي في دلائل النبوة. قال المنذري في الترغيب والترهيب: أصله في الصحيح، وجود طريقه ابن الملقن في البدر المنير، وصحح إسناده ابن القيم، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. سكر. ارجعوا له يا جماعة. تحدى وهو ليس على قدر التحدي. ألم أقل لكم أنهم يكذبون؟ سأزيدك. وأيضا صححه بائع الخضر، وصححه الخياط، وصححه صياد السمك. كل هؤلاء صححوا. يعني كل من هب ودب يصحح الحديث. صحيح حسن، صحيح حسن، هكذا على هواهم. يعني يا أخي أتعجب من هؤلاء القوم، كيف يتجرؤون أن يصححوا مثل هذا الحديث رغم الضعف الشديد في رواته. ويقول: ألم أقل لكم أنهم يكذبون؟ سوف نرى من هو الكذاب. سوف أعيد المقطع وسنرى تلك المصادر التي ذكرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. اسمعني خليني أكمل. أخرجه الحاكم في المستدرك. كما لاحظتم معي في المستدرك على الصحيحين إسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن أبي أويس وصالح بن موسى الطلحي. الآن لنذهب إلى المصدر التالي. والمروزي في السنة للمروزي حديث عن ابن أبي أويس عن ابن عباس: تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. والعقيلي في الضعفاء الكبير. كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، صالح بن موسى الطلحي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ولا داعي أن أعلق، فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك الحديث باتفاق. والبيهقي في دلائل النبوة. دلائل النبوة للبيهقي ابن أبي أويس عن ابن عباس أن رسول الله خطب الناس في حجة الوداع: فاحذروا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. قال المنذري في الترغيب والترهيب: أصله في الصحيح. الترغيب والترهيب للمنذري، وعنه أيضا يعني ابن عباس أن رسول الله خطب الناس في حجة الوداع فقال: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. يقول: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وله أصل في الصحيح. الحاكم لم يقل إسناده صحيح، لم يقل إسناده حسن، فلماذا تصرون على الكذب عليه؟ ويقول: قال صحيح الإسناد. من أين قال صحيح الإسناد؟ أين؟ إخوتي الأعزاء، يمكنكم الرجوع إلى الكتاب المستدرك في أي طبعة أردتم، فلن تجدوا أبدا أنه عبر عن حديث كتاب الله وسنته بحديث صحيح أو حسن أو سنده صحيح أو حسن كما يقولونه.
أبدا أبدا، هذا كذب وافتراء على المستدرك. نكمل. وجود طريقه ابن الملقن في البدر المنير. البدر المنير ابن الملقن مجلد 6. وهذا الحديث ليس فيه كتاب الله وسنتي، فيه فقط إن اعتصمتم به كتاب الله. وصححه الألباني في صحيح الترغيب. في صحيح الترغيب والترهيب تأليف الألباني يقول: انظروا أنه يعبر عنه بحديث صحيح، وعنه أيضا يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في حجة الوداع فقال: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. يقول: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الحاكم لم يقل إسناده صحيح، لم يقل إسناده حسن، فلماذا تصرون على الكذب عليه؟ وصحح إسناده ابن القيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية، المجلد 4. هنا الطبعة في هذا الكتاب يوجد هذا الحديث، انظروا معي. هذا الحديث يقول: وقال صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إني قد خلفت فيكم كتاب الله وسنتي. انظروا ماذا يقول. يقول هنا: رواه ابن عدي في الكامل، يعني يذكر مصادر الذين رووا هذا الحديث، ويقول في الآخر: كلهم من طريق صالح بن موسى، وهذا إسناد ضعيف جدا. لماذا؟ فيه صالح بن موسى الطلحي، هذا قال ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا عن الثقات، وقال ابن عدي عام ما يرويه لا يتابع عليه أحد. وقد بينت من هو إسماعيل بن أبي أويس وأعيد وأكرر. لاحظوا معي هذا الكتاب الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني، مجلد 1. إسماعيل بن أبي أويس: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويس كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل عبد الله بن وهب. وقال النسائي: إسماعيل بن أبي أويس ضعيف. الحديث الذي نصه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. قال ابن عبد البر: محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد. يتحدى دين متهالك ضعيف. الموطأ مالك المجلد 2 رقم الصفحة الحديث. وقال ابن عبد البر: وهذا محفوظ معروف مشهور عن النبي عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد. وروي في ذلك من أخبار الأحاد أحاديث من أحاديث أبي هريرة وعمر بن عوف. هذه هي الأسانيد التي ذكرها. شاهد المحقق ماذا يقول: ثم ساق حديث أبي هريرة بإسناده فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك، فحديث أبي هريرة ضعيف جدا، كما ساق حديث عمرو بن عوف وهو متروك أيضا فإسناده ضعيف جدا، فهذان شبه لا شيء. وقد روى الحاكم بإسناده إلى إسماعيل بن أبي أويس عن عكرمة عن ابن عباس فذكر نحوه: وهذا إسناد ضعيف، فإن إسماعيل بن أبي أويس ضعيف في روايته خارج الصحيحين عند تفرده، ولم يتابع في هذا الحديث إذ مداره عليه، يعني حتى بالمتابعات لم يصح. الآن هذا الكذاب سوف يعيد الاتصال بالشيخ الشيعي، ولكن هذه المرة الشيخ الشيعي سوف يعطيه ضربة قاضية، سوف يطلب منه أن يذكر له أسانيد حديث وسنة، ومباشرة ذلك الكذاب سيبدأ بالمقاطعة لكي لا ينفضح. والله لن يستطيع ذكر أسانيد، لأن كل رواة حديث وسنة منهم كذاب وضاع متروك منكر الحديث، وبعد كل هذا يصححونه على هواهم. تبا لكم. نحن بيننا وبينكم رجال السند، كيف يعقل أن يصحح حديث بهذه الأسانيد الساقطة ثم يقولون صححه فلان وعلان؟ لا اعتبار لتصحيحكم، وهذا مخالف لعلم الجرح والتعديل، وإلا لا يبقى في الدين شيئا.
هذه قائمة رجال السند، ويمكنكم مشاهدة الجزء الأول لكثير من التفصيل. طيب الو يا شيخ محمد، الو لا ألو. تغلق، استمع لي وفقك الله. يا اخي صوتك مو واضح، ما جاي اسمعك يا اخي الكريم. انت عندك مشكله بالصوت، انا ما جاي اسمعك، شلون اقدر اجاوبك اذا ما جاي اسمعك؟ طيب هل سمعت يا اخي أنت الذين شنو صححوا الحديث؟ تحكي على فضائيات؟ اسمعني، هل سمعت التصحيح المنذري وابن العربي والألباني وابن القيم وابن الملقن يصححون؟ كيف تقول بإجماع أهل السنة وتحداك تعطيني حديث صحيح؟ ما اقول شيء كلام، هذا كلام افتراء، هذا كلام افتراء. اذكر السند، اذكر رجال السند حديث والسنة، تفضل يلا. أنت تحديت قبل قليل تحدي وقلت أتحداك تأتيني بواحد صححه. الأسانيد الأربعة، أما قلت لك أنا مو جاهل. هناك 4 أسانيد لحديث اصبر، أنت لست من أهل الإسناد أصلا حتى تدرس الأسانيد، مع احترامي لك. هناك 4 أسانيد لحديث كتاب الله لماذا وسنتي. تقول يا شيخ محمد وقف شوية. مو كيف يصحح. اسمعني الله يوفقك. كيف الواحد يصحح حديث وفي سنده رجال ضعاف؟ ألم تتحدى أن آتي بعالم واحد صححه؟ خلينا نشوف كيف رجال الأحاديث. يا رجل استمع مثل ما تتكلم. أنصت قليلا فقط. ما جاء سمعك زين. على كل حال اسمع أخي، تحديت ورددت لك التحدي، الآن مطلوب منك وفقك الله. أولا اسمع، خليني أقول لك كلام، خليني دوري يجي. خليني أقول كلمة. أولا الحديث والسنة عندنا ضعيف. اثنين عندكم ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. خليني أكمل بس أخي حبيبي، خليني أكمل. تفضل. لو فرضنا أن حديث والسنة ضعيف، هذا لا يمنع من صحة حديث رسول الله الثاني الذي يقول وعترتي أهل بيتي. وبالجمع بين الحديثين أقول تعرف بالأصول عند الفقهاء والعلماء هناك عام وخاص ومطلق ومقيد. فيقال أن السنة التي تركها النبي في الأمة إنما تركها النبي لتؤخذ عن العترة بدلالة حديث وعترتي أهل بيتي. ممتاز. بين الحديثين فيطلع السنة التي تأتي بها عترتي. خوش